السلام عليكم. النهاردة ان شاء الله هعمل معاكم وصفة البراونيز. وصفة حلوة جدا وسهلة وسريعة وهتطلع فادجي وطعمها تحفة. اول حاجة هجهز المكونات الجافة بتاعتي في بولة. معايا 225 جرام دقيق، و60 جرام كاكاو، 4 جرام بيكنج باودر، ورشة ملح صغيرة، وهقلبهم كويس مع بعض. طبعا انا نخلة الدقيق والكاكاو قبل ما ابدأ شغل. هركنهم على جنب، وفي بولة تانية هجيب 285 جرام زبدة طرية، ومعاها 500 جرام شوكولاتة، ممكن شوكولاتة دارك او شوكولاتة، جزء شوكولاتة دارك وشوكولاتة بالحليب، يعني زي ما نحب. هدخلهم ميكروويف واسيحهم، او ممكن نسيحهم على حمام مية. طبعا واحنا بنسيحها نخلي بالنا لازم نفضل نقلب كل شوية علشان الشوكولاتة بتاعتنا ما تتحرقش. بعد ما ساحت هركنها على جنب. وفي بولة تانية هجهز بقى البيض والسكر. معايا 330 جرام سكر حبيبات ناعم عادي، وخمس بيضات، ومعلقة صغيرة فانيليا. هقلب كويس كده مع بعض. مش محتاجة مضرب ولا عجان ولا اي حاجة، بالاسباتيولا كده او بمضرب يدوي. هقلب بس ما احاولش ان انا يعني اعمل هوا كتير، انا يدوب بس بقلب. يعني السكر يبدأ يدوب معايا شوية، هو مش بيدوب تماما بس يعني بيدوب نوعا ما. وهضيف عليه خليط الشوكولاتة والزبدة. وهقلبهم كده كويس مع بعض. وهنزل بخليط الدقيق. طبعا الدقيق منخول زي ما انا قلت قبل كده، لازم يكون منخول هو والكاكاو. هقلب كويس كده مع بعض لحد ما الدقيق بتاعي يختفي. عاوزه اقول لكم اهم حاجه في الوصفه دي نوع الشوكولاته والزبده والكاكاو، دول اهم حاجه. هيطلع معاكي احلى براونيز. فنهتم بيهم ويكونوا حاجه نوعها كويس وجوده كويسه. بعد ما قلبت الخليط بقى بتاعي كده كويس، هنزل بيه في صينيه. الصينيه دي مقاسها 30 في 30. ويكون يعني مبطناها بورق زبدة. والورق الزبدة يكون طالع كده من الجناب، عشان خاطر وانا بشيلها بعد ما تطلع تبقى سهلة بالنسبة لي. هدخل الفرن على درجة حرارة 180، هتاخد معايا حوالي 27 او 28 دقيقة بالكتير، مش اكتر من كده، علشان ما تقلبش معانا تبقى كيك وناشفة من جوه. لا، احنا عايزينها تبقى فادجي وطرية وتحفة. بصوا هي طالعة من يعني من الفرن طرية ازاي، ويعني جوسي كده من جوه وتحفة. بشيلها كده من الجناب، من الورقة اللي انا عاملاه زيادة في الورق بالورق الزبدة، هشيلها كده واطلعها من الصينية. واسيبها تهدى شوية، وابدأ بقى ايه اقطعها حسب ما انا عايزة المقاس اللي انا عايزاه. انا بالنسبة لي بقطعها 5 في 5 يعني. بقيس عندي كده السكرابر بتاعي عليه يعني مرقم كده عليه بالسنتي، فبقيسها 5 في 5. وطبعا يعني انا بقول المقاسات دي بالنسبة للناس اللي هي شغالة وبتطلع اوردرات وكده، فعشان يبقى المقاس مظبوط بالنسبة له. طبعا ممكن نقيس بمسطرة، لو احنا ما عندناش السكرابر ده ممكن ان احنا عادي نقيس بمسطرة عادي جدا. هقيس 5 سنتي. وبعدين باخد علامات كده بالسكينة وبرجع ايه اقطع بقى. بصوا هي شكلها من جوه تحفة وجوسي وطرية جدا. ده بقى بالنسبة للناس اللي بتطلع اوردرات. انا معايا كده ورق كب كيك، بطلع القطعة على ورقة كب كيك وبتنيها كده من الجناب عليها، وبرصهم جنب بعض في العلبة. انا مش بزينهم وبعدين برصهم في العلبة، لا انا برصهم الاول وبعد كده ببدأ تزيين. ده شكلهم كده بعد ما رصيتهم في العلبة. انا مش هعمل كل الكمية، انا خدت بس دستة. وهبدأ ان انا ازينهم. معايا هنا مربى حليب في كيس حلواني وعاملة فتحة صغيرة، وهبدأ كده بزاوية ان انا باخد خطوط كده جنب بعضها. طبعا انا بعمل واحدة وبسيب واحدة عشان خاطر انا لسه هزين بالنوتيلا. انا مش حاطه اي اضافات خالص على مربى الحليب، هي زي ما هي كده بقلبها بس وبشتغل بيها على طول. هزين بقى بالنوتيلا. وطبعا انا النوتيلا بتبقى قوامها متماسك شويه في الشتاء، فبضيف لها شويه زيت. وانا هنا حاطه بلبله صغيره على شكل نجمه في الكيس الحلواني، بزين بيها كده النوتيلا عشان يعني تبقى شكلها مختلف عن مربى الحليب.
بعد ما زينت بقى بنوتيلا ومربى حليب، معايا بقى شوكولاتات ومكسرات، يعني اي انواع نحبها. بس طبعا انا بالنسبة لشغلي بستخدم يعني انضف حاجة واغلى حاجة، علشان يعني ده صنف يعني قيم، لازم يطلع بشكل شيك وكويس وكده. فانا بستخدم كندر وروشيه وشوكولاتة بابلي يعني ومورو، يعني بشكل كده تشكيلة، بعمل كده تشكيلة بزين بيها. وطبعا معايا مكسرات بندق وفستق وعين جمل وكاجو كده. يعني لازم ايه الصنف ده بصراحة انا بحب اظبطه كده. يعني بيبقى شكله تحفة قوي، وكمان بيبقى طعم المكسرات مع النوتيلا ومربى الحليب بيبقى حلو، بيعدل الطعم وما بيخليهاش تبقى مسكرة قوي. هي اصلا الوصفة انا كمان مظبطة السكر بتاعها، يعني البراونيز نفسها سكرها يعني مظبوط جدا. يا ريت لو في حاجة في الفيديو مش واضحة تبعتولي في التعليقات وان شاء الله هرد عليكم. وبالنسبة للناس اللي شغالين، لو انتوا عايزين نعمل مقاسات صواني معينة ياريت برضو تكتبولي وان شاء الله نعملها مع بعض. ده شكلها بقى بعد ما خلصت، ما شاء الله شكلها حلو جدا. وحاجة كده يعني فخمة كده، حاجة من الاخر يعني. وفي الاخر بقى كافئت نفسي بقطعة يعني مش معقول هعمل كل ده وفي الاخر مش هدوق، لازم ادوق. يا رب تكون الوصفة عجبتكم، واتمنى ان انتوا تجربوها، وان شاء الله انا واثقة ومتأكدة انها تعجبكم ان شاء الله. باي باي.